ازيكم؟ النهارده حلقتنا من حكايتها بودكاست. حلقة شيقة جدا وموضوع شيق جدا، ومتهيألي ما بصيناش على المواضيع دي قبل كده. النهارده معانا حد غير في المفاهيم بتاعة الأمهات. غيرها ازاي؟ حاجة غريبة قوي، دي دكتورة سنان وغيرت مسارها بعد 10 سنين من زراعة الجذور، ولكن كان عندها شغف وكان عندها هدف علشان تقدر ان هي تاخد شهادات كتيرة جدا في الإرشاد والوعي والإرشاد العائلي والأسري، وتبقى أول واحدة تأسس برامج للأسرة عن الإرشاد والوعي الجنسي للأطفال، وكتبت كتاب جامد جدا اسمه دائرة الأمان. أنا مش عايزة أنقص حقها، وعايزة إن احنا نتعرف عليها سوا، وعايزاها تحكي حكايتها عشان نقدر نلهم بيها ستات كتيرة، ونقدر إن احنا نوعي بيها أمهات كتير. معانا دكتورة رنا. أهلا رنا، ازيك؟ ازيك يا امين؟ احنا هنشيل بقى التكاليف طبعا بتوع يا رنا. نهار أبيض. وطبعا نقطة من النقط المهمة جدا اللي أنا عايزة أقولها إن هي اللي مدياني الشهادة بتاعت البارنتنج والفاميلي المعتمدة من البرنامج بتاعها اللي هي مؤسساه مع الانترناشونال كوتشنج فيدريشن. وأنا بصراحة كان أمتع برنامج، وانتي يعني حطيتينا في حتة تانية خالص، وأنا ممنونة ليكي جدا جدا جدا. وعشان كده أنا بكن ليكي على الخاص يعني أحاسيس كتيرة، حب جامد جدا واحترام جامد جدا لكل المعلومات اللي عندك. رنا النهاردة في حكايتها بنحب نسلط الضوء على رنا، على الست ورا الشاشة. انت طبعا منورة الشاشات كلها، ولكن مين رنا وعملتي كده ليه؟ وايه كان هدفك؟ وهي ما هياش مربحه قوي، فيعني أيوة. يعني كلنا عارفين القصه. فايه اللي وداكي الحته دي والشغف جه منين والحكايه حلوه، عايزين نسمع. اولا يعني شكرا على المقدمه اللذيذه والجميله زيك دي، يعني وانا ليا الشرف انك تكوني واحده من شرف ليا والله. متدربيني يعني الحقيقه يا اماني. رنا يعني ام وزوجه. ابني الكبير عنده 13 سنه والصغير عنده 7 سنين. ودكتوره اسنان. عشت عمري كله كطفلة كنت شاطرة في المدرسة، طفلة متفوقة بتطلع من الأوائل بتجيب درجات. فالتطور الطبيعي إيه؟ لازم تبقى دكتورة. ولما بتبقي في عيلة كلها مهندسين ودكاترة فبيبقى التطور الطبيعي لطفل متفوق إن هو يبقى دكتور. وانا للأمانة من وانا صغيرة على فكرة، من وانا مثلا عندي 12 سنة انا عايزة ابقى دكتورة سنان. بالظبط دكتورة التخصص ده أسنان. يعني يعني كنت بشوف دكتورة الأسنان بتاعتي كانت بالنسبة لي رول موديل، فأنا كنت عايزة أبقى دكتورة أسنان زيها. وفعلا دخلت طب أسنان ويعني وكنت بحب جدا الأسنان. أنا لو هديفاين يعني مين رنا، أنا رنا شخص بيعمل كل حاجة من قلبه. أنا الإيموشنز عندي هي شيء مهم، المشاعر شيء مهم وطاغي على معظم الحاجات، شغفك. فبالتالي أي حاجة بدخلها بتبقى driven by my heart. صح. قوي يعني. فلما دخلت الأسنان كنت بحبها ولحد دلوقتي على فكرة أنا بحب الأسنان، بس هي يعني قيمي اختلفت مع مدار مع السن والعمر وكده. وبعدين واتخرجت وبدأت الماجستير، اتجوزت دكتور أسنان، زوجي دكتور أسنان برضو. كنا مع بعض في الجامعة يعني. ممكن يكون عشان كده ربنا وداكي في تراك الأسنان. سبحان الله. أنا بحس أوقات إن هو يمكن لأن أكتر حاجة طلعت بيها فعلا من الأسنان هو جوزي الحمد لله ربنا يحفظه، وأصحابي المقربين احنا 3، فهم يعني دايرة من دوائري المقربة جدا جدا لحد دلوقتي. وبدأت التطور الطبيعي إيه لما تبقي دكتورة بتعمل ماجستير. صح. بس في خلال بقى السنوات وأنا دكتورة يعني بعد جوازي على طول جبت يعني ابني بعد 9 شهور من الجواز على طول كان ابني الكبير منورنا يعني قدك تقريبا.
فمن مجرد ما بقيت حامل في حاجة جوايا أنا طبعا كنت متوترة، كنت صغيرة كمان قوي، كنت عندي إمم، 24 سنة. إمم، فأنا كنت حاسة إن طفلة هتربي طفل، وأنا أساسا لسه بكتشف نفسي. صح، وانتي عارفة يعني دلوقتي ولادنا شوية عندهم فرصة يكتشفوا مهاراتهم وشغفهم، بيحبوا ايه، ما بيحبوا هواياتهم. احنا الجيل بتاعنا يعني ما كان كانش بيذاكر، مفتوح، ما فيش الانفتاح ما الرهيب ده، كانش إنِّك في تقدري تعرفي بز... هويتِك إيه، ايوه بالظبط، وتفهمي هويتِك صح. وتعرفي رايحة انتي فين. بتحبي ايه؟ إمم، انا بحس اوقات يا اماني ان انا مشيت جزء كبير قوي من حياتي انا ماشية بالقيم اللي انا القالب اللي انا اتحطيت فيه. بنت شاطرة فهي دكتورة، فهي بيتسقف لها وبيقول لها برافو. واهلي ماشية بخطة دفع. ماشية إمم، برغبات بأحلام الآخرين. بالضبط كده. وأنا أهلي دايرة دعم كبيرة جدًا، جدًا في حياتي، فكانوا بيعملوا إيه، بيسقّفوا لي لمّا أنجح وأجيب درجات حلوة. التسقيف ده رنا الطفلة شافته إيه، أنا مش هابقى موجودة في هذا العالم غير لمّا يتسقّف لي، صح، أنا لازم أفضل شاطرة. ف ولازم أبقى باسطة الداعمين. لا أيوه، أنا باحب هم بابا دول وماما وباحب طبعًا. تسقيفهم جدًا، إمم، فأنا لازم أفضل جديرة بالتسقيف ده. إمم، فأنا لازم أذاكر ولازم أعمل ماجستير، ويعني عايزة أبقى قد التوقعات. ودي حاجة في العقل الباطن أنا ما عرفتهاش غير لمّا بدأت أشتغل على نفسي وأدرس هو أنا ماشية تبع قِيَم مين، أنا باعمل كده ليه؟ وده اللي كان يعني سبب الShift، أول سبب يعني. ف بقيت حامل، بدأت أدوّر وأقرا أنا هاتعامل إزاي مع مع الطفل. الكائن اللي أنا هاطلقه على العالم ده. فبدأت أسأل، فجاي يقولوا لي: "لأ ما تخافيش، هنلبّسه، ماما هتساعدِك، مش عارفة مين هيساعد." أيوه، كنت باقول لجوزي: "هو أنا مش قلقانة من إن أنا هاغيّر له إزاي أو إن أنا مش هانام، أنا قلقانة إزاي أنا هابقى مسؤولة عن بناء شخص سَوِي، ويومًا ما هاتحاسب قدّام ربنا على أنا عملت إيه في العلاقة الإنسانية، إمم، مش في علاقة الرعاية اللي ممكن أي حد غيري إمم، يعملها." إمم، بدأت أقرا وآخد كورسات، والسنين عدّت وابني يعني خلّفت ابني وبدأ يكبر وكده. وبدأت أعمل ماجستير في طب الأسنان، وماشية بخطى اللي مرسومة لطبيبة الأسنان اللي متجوزة طبيب أسنان، إمم، واللي موافق عليها المجتمع، واللي الأهل راضيين عنها، والصورة الخارجية تبان هي دي الصورة المثالية. هي دي. يس. بدأت أعمل الماجستير بتاعي. جوزي وقتها أنا وهو كنا بنعمل ماجستير مع بعض. جوزي طبيب أسنان أطفال، تخصص أطفال، وأنا أوكي، تخصص علاج جذور. أوكي. فكان بيبقى عنده كتب الtext books الكبيرة أوي دي عن الpsychology of the child، وإزاي الأطفال بتفكر، وإزاي نتعامل مع الأطفال، وكتب بقى علمية تقيلة كده. كنت أسيب الكتب بتاعتي وأقرا وأفضل أقرا الكتب بتاعته، وأقعد أقول له: أنت بقى الطفل لما ييجي لك خايف هتكلمه إزاي، هتسأله إزاي، هتتعامل مع خوفه، هتvalidate الemotions بتاعته إزاي. كنت يعني عندي شغف رهيب بالعالم ده. كنت وقتها بقى بدأت أبقى حامل في ابني التاني. إمم، جات لي لقطة كده وأنا حامل في ابني التاني، وبدأت شوية أدرس عن psychology الطفل بشكل علمي أكتر. ففي يوم كده قررت، قُلت لجوزي: "أنا هاوقّف الماجستير وهادرس psychology." فهنا كانت بقى إيه، خضّة. طبعًا. يعني كل توقّفي. هتوقّفي يعني الماجستير أنتِ حضرتِك إزاي؟ دكتورة أنتِ مش فاضل واخدة لِك بالِك سَنة، والّا إيه؟ وبعدين بقى لِك مثلًا سنتين، 3، عمّالة فاضل لِك سَنة. بتذاكري. آه. إزاي؟ مامتي وبابايا كانوا بيشجعوني جدًا إن أنا أخلّص الماجستير. جدتي الله يرحمها كانت يعني فرحانة أوي إن أنا باعمل ماجستير، وإحنا العيلة كلّها دكاترة ومش عارفة. كانت يعني لحد ما اتوفت وكنت أطلع في التلفزيون تقول لي: "يا رب أشوفِك دكتورة." مع إن أنا دكتورة already، يعني أروح فين تاني عشان عشان دكتورة تبقي بجد. ف ف وقتها جوزي قال لي: "بُصّي، أنتِ خلّصي الماجستير وانطلقي، اعملي اللي أنتِ عايزاه." وبابايا ومامتي يعني هو جوزي وبابايا ومامتي هم يعني أكتر أعمدة أساسية في الرحلة معايا. آه. قالوا لي: "إحنا بندعمِك في أي حاجة، بس خلّصي الماجستير عشان أنتِ هتخلّفي ابنِك التاني، مش ما هيبقى في فيش وقت. فرصة، ما فيش إمم، فرصة خلاص للرجوع، سِبتيه دلوقتي كإنِّك رميتِ ال3 سنين اللي فاتوا في إمم، الأرض إمم، وخلاص كده." آمم، بس وقتها يا أماني كان في حاجة جوايا كده أنا ما كنتش مبسوطة. في حاجة داخلية، بما إني أنا باؤمن جدًا، جدًا بإحساسي الداخلي. إمم، أنا كنت أوقات باطلع باسيب العيادة. في الماجستير كانت العيادات في دور أرضي كده، والعربيات بتاعتنا فوق، فكنت أقلع الgloves
واسيب البيشنت من كتر ما انا في جوايا حاجه مش مرتاحه، اطلع اقعد في عربيتي اقعد اعيط. ياه! اقعد اعيط واقول يا رب انا عارفه ليا مكان تاني، إمم. في حاجه في هذا العالم تناديني، ايه هي انا مش عارفه. يعني لسه ما وصلتلهاش، بس انا عارفه يا رب ان انا ليا دور تاني إمم. دلني عليه. إمم. وامسح دموعي وانزل اشتغل عادي جدا. اصحى من النوم اقعد على طرف السرير كده ابص لجوزي اقول له احمد انا مش عايزه اكمل ماجستير. يقول لي انت شاطره انت. إمم. وانا فعلا كنت في علاج، يعني في التخصص بتاعي من اول ما اشتغلت وانا في امتياز اسنان اول ما إمم. اتخرجت البيشنتس كانوا بيطلبوني بالاسم يعني. أوكي. فانت شاطره كملي وطول عمرك متفوقه وكملي، لحد ما بالزق الحمد لله وبتشجيع اهلي خدتِ وزوجي الماجستير. خدت الماجستير وانا حامل في ابني الصغير في الشهر الثامن. أوكي. ناقشت الرساله وخلاص وولدتِ على هولد. طول. بعدها على طول النتيجه طلعت، بعدها على طول ولدت. بعدها بقى على طول قلت لهم شكرا معلش بقى. بقى خلاص بقى نكتفي بأحلام هذا العالم. أنا آه. عايزة أحلامي أنا الشخصية، عايزة أبدأ أوكي. أكتشف عن رنا. بدأت أتعلم عن نفسي، إمم. أتعلم عن يعني إيه قيم الإنسان. كنتش عارفة يعني إيه إمم. values أصلا. إمم. إيه إمم. ده، هو في القيم بتاعتنا بتتغير؟ هو مش القيم لازم تبقى ثابتة ولازم إمم. يبقى عندنا قيم ومبادئ؟ لازم يبقى عندنا قيم ومبادئ، بس وانتي بنت غير غير وانتي وأنتِ متجوزة بالضبط. غير وانتي غير وانتي بتشتغلي غير كتير. ف... ف... فبدأت أعرف أنا إيه اللي بيزعلني وأنا إيه ليه مش مرتاحة، إمم. ليه دايما عندي رغبة في الإنجاز بس حتى وأنا بنجز وبناقش رسالة الماجستير أنا مش سعيدة، إمم. مش مرتاحة في إمم. حاجة تانية. إمم. فبدأت أدرس بقى عندي شغف رهيب في الدراسة، تربية وعلم نفس وعلم نفس إيجابي وعلاقات ويعني. وفي الفترة دي بعد ما بدأت آخد بقى إيه شهادات معتمدة، بدأت أتكلم مع أصحابي وكنت مبسوطة قوي بالعلم اللي أنا اتعلمته وأنا دايرتي كلها كانت أطباء أسنان إمم. يعني كلهم، إمم. أو أصحابي من أيام المدرسة صيادلة ودكاترة برضو. أوكي. نفس احنا المسيرة. كلنا بالضبط كده. نفس الناس الدحاحة دي يعني. فبدأت بقى أتكلم يا جماعة ده في عالم آخر، في نفس بشرية محتاجين نكتشفها. إمم. إحنا جوانا حاجات كتير قوي قوي، عارفة عاملة زي البوكس، أيوه، مقفول بوكس وما حدش عايز مقفول يفتح. محدش عايز يفتح وحد ستي سيبي كده، هو إحنا مش عايزين إحنا خدي بالِك إحنا كعرب ومصريين الكلام عن المشاعر كأنه تابوه، كأنه بالظبط حاجة مش المفروض نتكلم فيها، صح سواء كان وأنتِ صغيرة ما تعيطش، أيوه أيوه اجمدي، اه ما تزعليش، يا بالظبط جماعة دي بطلي على تبقي فكرة دراما مشاعر، كوين ولو أنتِ اه بتكبري وأنتِ بتخلفي عندِك شوية مم. مشاعر، إيه المشاعر كلنا عدينا بالقصة دي، وأنتِ أيوه بتذاكري أهو، ما أنتِ اه دكتورة كمّلي، إيه اللي مش بالظبط مبسوطة ليه ومبسوطة؟ مش مرتاحة الراجل إيه علاقة أنت الارتياح والراجل برضه بنعمل معاه مم. نفس القصة، مش صح بس مع الست، بس مع الست أكتر، لإن هي بتبقى نسبة المشاعر عندها أعلى، أعلى يس ومهامها كلّها مم. بتتحرك بالمشاعر، فبتأثّر جامد جدًا صح في صح مسيرتها، فدي نقطة بالظبط حلوة أوي إن أنتِ تتكلمي عليها وإن إحنا نتكلم فيها، مم. لإن في الفترات دي لازم نسمع اللي جوانا، أيوه لازم نسمع نسمع للصوت صوتنا اللي الداخلي جوّه. صح صح لازم نسمع مشاعرنا بتقول لنا إيه، أيوه أيوه لإن هي دي البوصلة، مم. هي هي البوصلة دي الداخلية البوصلة صح. اللي هتوديكِ في وحتى لو الطريق ما اللي أنتِ عندكيش حاباه. دليل، لو انت انت مش مرتاحة بس ما عندكيش دليل تقوليه مش عارفة مش مرتاحة ليه، ايوه، مش ماسكة حاجة مش معينة. عارفة آه. تبرري للمحيطين إمم. انت مش مرتاحة ليه، فكفاية احساسك الداخلي وإحنا بقى صدقيني. الجملة دي بقى أقوى، مم. تبرري للمحيطين، ايوه فيبقى إحنا بنقفل على نفسينا، عايشين عشان نبرر صح تصرفاتنا، ودي حتة خطيرة. صح صح. كلمينا بقى إزاي والمفاجأة خرجتِ من اه الحتة دي، علشان دي نقطة ملهمة ما هي بصراحة. لسه هقولها لك بقى. المفاجأة ان انا لما أخدت قرار إن أنا هاعمل المريح بالنسبة لي اللي أنا مصدقة فيه جدًا، جدًا، المحيطين كانوا مبسوطين جدًا بيّا. طب الحمد لله. أكتر ناس أنا وأنتِ كنتِ خايفة. أيوه، آه. وأكتر ناس أنا باستنى رضاهم أو إن تبُصي في نظرة نظرة تانية، بالضبط كده. بتريحني وبتطمني، آه. بابايا، مامتي، جوزي، أختي، الناس القريبين، هم كانوا مبسوطين جدًا إنه وأكتر ناس شجعوني في الأول. يعني أول ما قررت إن أنا بقى خلاص الشغف ده أنا هاحوّله لرسالة حقيقية، أول مرّة خالص أقدّم ورشة للأمهات. إمم. مامتي راحت النادي بتاعنا، كلمت الإدارة قالت لهم أنا بنتي شاطرة أوي وبتتكلم مش عارفة إيه، إحنا عايزين نقدّم ورشة مجانية للأمهات. أوكي.
طبعنا إعلانات ماما بقت ماشية توزع توزعها في الإعلانات النادي والله بنفسها. هايل. والله وعملت كم مرة ورشة مجانية. بابايا أنا فاكرة مرة رجله كانت مكسورة، جيب عكاز معايا الورشة. فكانوا أكتر ناس. وأنا منساش في جملة واحدة صاحبتي من أيام الجامعة قالتها لي يوم أول ورشة أعملها مجانا. قالت لي: أنا شايفة النظرة اللي في عين باباكي هو مبسوط أكتر من يوم انبساطه بالماجستير. هي كانت حاضرة رسالة الماجستير بتاعتي. أيوه. ف ف هم أكتر ناس شجعوني في الأول. جوزي كان بيسيب شغله ويجي بقى ينظم لي ويعمل. فبدأت أحس إن أنا مرتاحة، بس أنا ما أخلّيتش بقوانين العالم صح. واللي حواليّا مبسوطين برضه عادي. فمن هنا بدأت بقى إيه، أركّز إيه اللي أنا محتاجاه مع ولادي، ومش لاقية فيه دواير دعم، أو مش لاقية فيه عِلم أتسند عليه بجد أو حد ألجأ له. لحد ما ابني الكبير بدأ ينزل النادي يروح بقى أسيبه في التمرين، يدخل التويليت لوحده، مش عارفة إيه. هنا بدأ يحصل مواقف كده إيه، أنا عايزة حد يفهّمني إمم. أقول لابني إيه، أعلّمه إزاي، أتكلّم معاه والّا ما أتكلّمش معاه، إمم. هافتّح عينه والّا لأ، إمم. أكلّمه عن جسمه، طَب أرُد على أسئلته إزاي. وبدأت أبحث في الموضوع. الحقيقة ما لقيتش وقتها شخص ألجأ له، ولا مصدر علمي مناسب لثقافتنا العربية. كنت بالاقي مصادر أجنبية بصراحة بتقول حاجات يعني عريانة أوي. يعني إحنا مش هنعرف حاجة نحطها مش بالشكل ده. هاعرف أطبّقها، مش هينفع. آه. ومن هنا بدأت حملة مش حاجة عيب. إمم. بدأتها فعلًا دايمًا أقول هي بسبب ولادي، هي ما طبعًا، لإن أنتِ عارفة عندِك ولدين out of كمان وأنتِ pain. أم، فأنتِ عايزة أيوه، تبقي عارفة تتكلمي معاهم. بالضبط. أنا عارفة الإحساس ده لإن وسميتها مش حاجة عيب، لإن أول ما بدأت أتكلّم فيها ما كانش لسه اسمها كده. كنت بدأت أتكلّم إن إحنا إزاي نكلّم الولاد عن جسمهم، وبدأت أجيب دراسات من الناس اللي عملت دراسات ماجستير وأبحاث في العالم العربي وفي الأجانب، وأدمج الدراسات مع بعض وأجرّب مع ولادي وهكذا. فبدأت أتكلّم فيها، لقيت بقى على السوشيال ميديا الناس بتزعّق لي باتشتم وإزاي وناس معترضة ومخضوضة. إمم. فقررت إن أنا هاسميها مش مش حاجة حاجة عيب، عيب. بالضبط كده. التربية الجنسية للأطفال مش حاجة عيب. لما بتتقدم بصورة علمية صحيحة مبسطة مناسبة لهويتنا العربية، مش تقليد من بره، هي مش حاجة عيب. إمم. وفعلا بدأت أقدم عشان الورش. نوعّيهم، لإن برضه إحنا بنسيبهم في المدرسة فترة طويلة جدًا، طبعا. وبنسيبهم في النادي مع صحابهم فترة طويلة جدًا، والولاد طَب البنات بنقدر نوجّه أيوة. حاجات معيّنة واضحة وصريحة، آه. الولاد لأ، دلوقتي بقى في حاجات العالم كتيرة منفتح جدًا كمان قوي بشكل عليهم. كبير، لازم يبقى في وعي كامل عن إزاي بالظبط. أقدر أتصرّف في المواقف المختلفة، صح. لإن دي وعارف إن أنتِ مصدر أمان، وعارف إن أنتِ عندِك كل الإجابات. أنا بالضبط. يهمني جدًا إن الطفل يبقى باصص لي كده، ابني مثلًا، لأ هو أنا أي سؤال هاسأله هي ماما عندها إجابة، هي مش هتكدب، هي مش هتحوّر، هي مش هتستخبى، مش هتزعق لي. إمم. إمم. فده مهم. صح. فبدأت أdesign الprogram باكلم بيه الأهالي. يا إمم. جماعة إحنا هنقول لولادنا كذا. وبدأت أقدّم وِرَش في المدارس وفي الحضانات، وأقدّم بشكل free وcontent على السوشيال ميديا. وهنا برضه يعني دايرة أماني الكبيرة بابايا ومامتي وأسرتي وجوزي. أنا بيزعقوا لي على السوشيال ميديا الناس، فأكيد هم هيتوتروا. صح. فبرضه هم كانوا الداعم الأول والأكبر. وكنت في مدرسة قبل كده في الشرقية طلبتني إن أنا أروح أدرّب المدرسين، بدأت ياه! أتعرف على السوشيال إمم. ميديا. بابايا جه معايا وسافر معايا، وكان هو اللي بيحضّر لي الحاجة واللابتوب. ولدرجة المدرسين قعدوا يقولوا لي: "مين الراجل أبو بدلة الكُبّارة ده واقف بيساعدِك؟" ده بابايا يا جماعة. ف وماما تقول لأصحابها وأي حد يسأل تقول لهم أنا بنتي بتعلّم الحاجات دي. و فبدأ الموضوع يتعرف أكتر، ومش حاجة عيب تطّلب أكتر في المدارس. فبدأت بقى إيه، أحس إن إحنا لأ، إحنا دايرة مش كفاية إن أنا أكلّم الأهالي. إمم. بدأت أعمل وِرَش للأطفال الصغيّرين من سِن 3 سنين ل8 سنين، باستخدام بقى الحواديت والقصص، وألِّفت حدوتة صغيّرة وأعمل لهم مسابقات وأغاني وهكذا. بعد شوية لقيت إن الأهالي أنا باعلّمهم إزاي يتكلّموا مع ولادهم عن البلوغ، بس هُم مش عارفين يكلّموا الأطفال
مش عارفين يدخلوا المدخل الأول. بدأت أديزاين بروجرام تاني للأطفال من سن 9 سنوات بطريقة علمية مبسطة، أشرح لهم الجهاز التناسلي، إيه التغييرات اللي هتحصل، كأنه درس ساينس بالظبط، على أساس اللي هو إن اصلا تبقى ما الستيب. بيتعملش في المدارس. يس انت عارفه في المدارس انا فاكره كويس قوي ولادي كان لما بيسالوا الميس انا ما حضرتش او ما سالتش او ما عرفتش، بس يا ولد مش عايزين قله ادب. ده بيتخيلوا حقيقي. يعني احنا يعني فعلا لو هو مش فاهم وعايز فعلا يسال يس في الموضوع الميس اللي هي المصدر الرئيسي للمعلومه، لا لا بيتفهم ان هي لا ما تقولش ما وزمان لما كان تتكلمش، بيتقال له بس يا ولد هو كان هيبس لانه ما عندوش بس معلومات خلاص تانية. سكت طبعا بس هيعمل ايه. دلوقتي بقى اللي هيتقال له بس يا ولد هو هيسيرش، اه هيطلع الاجابات اللي هو عايزها، ومش هيفرق معاه انك منعتيه ان بالظبط هو كده. يعرف الاجابه، يروح يعرفها من مم. مصدر غلط. مم. فما فيش اوبشن ان احنا نقول للاطفال دلوقتي بس. مم. فالمهم بقى بدأت طول ما أنا بطلع كورسات وبعلم الناس، باخد أنا in parallel كورسات في كل حاجة بقى ممكن تتخيليها في الصحة النفسية وهكذا، علشان يعني إيه أزود معلوماتي وهكذا. فعملت يعني الحمد لله مش حاجة عيب، هو دلوقتي بعد 7 سنين يعني بقى بروجرام متكامل للمدارس وللأهالي وللمراهقين وللأطفال، والتدريب المدربين اللي عايزين يشتغلوا كمان في التربية الجنسية ويعلموا هم الأهالي بنفسهم. لأن يعني بعد ما اشتغلت سنين حسيت إنه أنا مش كفاية لوحدي، هو لازم يبقى فيه كتير قوي بيدرسوا المنهج ده. صح. ويعني واحد من أحلامي إن مش حاجة عيب ده يبقى منهج بيدرس في المدرسة، هندخله المدرسة ويبقى كل مرحلة عمرية ليها معلومات معينة. انا فعلا فاهمه اللي انت بتقوليه، لان انا كمان عندي ولدين، وكانت القصه دي قصه مريبه جدا، وانا سنجل مام طبعا وعايزه اقول لهم معلومات، والموضوع مش سهل. صح. وفي المدارس ما بيعرفوش يتكلموا في الحته دي خالص بالزبط. وكان ابني حتى الدرس فاتوا يوميها وكان رايح يقول للميس انا ميس عايزه اعرف الدرس عشان انا ما كنتش موجوده، بس يا ولد بعيد. طبعا متخيله بقى ان هو جاي بيتكلم بقى في الحاجه العيب، عارفه ازاي اللي هو لا. فطبعا القصه دي ما تنفعش خالص في الوقت الحالي مع مع الانفتاح اللي احنا فيه مع السوشيال ميديا، وخلاص بقوا دلوقتي بيعلموهم وهم صغيرين ازاي يعملوا سيرش. ايوه فبالتالي ولا شات جي بي تي هيسالوه، فالافضل ان احنا يبقى عندنا الطرق بتاعتنا اللي تقدر ان هي توائم مع الثقافه بتاعتنا بالظبط، والثقافه العربيه وديننا وكل الكلام ده عشان نقدر ان احنا نوصل بيه. كلمينا بقى شويه عن دائره الامان، الكتاب بتاعك. كتاب دائره الامان ده كان اول حدوته أألفها للأطفال في الورش من سنين كتير، من أول ما بدأت أتكلم معاهم. أنت عارفة أطفال 3-4 سنين هيدخل هتقولي له بقى إيه لمسة صح ولمسة غلط ومحدش يبوسك ومحدش يلمسك، صعب. فكان لازم ان انا واحنا مجتمعنا لازم نبوس هنا. أيوة. ما ينفعش نبوس، لازم نبوس الاطفال، لازم تحضن كويس وتبوس كويس. فكان مهم ان انا عايزه اوصل لهم الفكره بحدوته والصح والغلط، وان الاهم بقى يا اماني من ان انت تقولي للطفل اعمل وما تعملش ومحدش يلمسك، ان هو اللي يقرر المريح والغير مريح. عشان كنت بقولك في الاول عن المشاعر بالنسبه لي صح. فهو المشاعر هي المقياس الاول والاخير لامان الطفل. فدايره الامان كانت الحدوته اللي بحكيها للاطفال، وبعدين اعمل لهم مسابقه، اعمل لهم اكتيفيتي يلونوا ويرسموا وياخدوا بقى معاهم واجب في البيت يعملوه مع ماما وبابا في البيت. والحمد لله يعني بعد سنوات بقى كتاب، ويعني كتاب تفاعلي لطيف وجواه اكتيفيتي برضو، عشان الطفل الام تقدر تحكيه بكذا طريقه ستارتنج من 3 سنين ل9 سنين، يعني كنقطه مهمه وتوثيق لمشوار التربيه الجنسيه اللي انا يعني مؤمنه بيه جدا قوي يعني. جدا، لان انا الحقيقه مؤمنه بالكلام ده من زمان. انا كانت امي اول من عملت قصه علم نفس الطفل واشتغلت في رياض الاطفال عشان تطلع كوادر قادره ان هي تتعامل مع الاطفال جوه المدارس والحضانات، وعملوا الحضانه النموذجيه. فدي كانت احدى الحاجات المهمه جدا اللي احنا كنا مركزين عليها. فانا لما جيت عملت معاكي الشهاده دي كانت حاجه من الحاجات المهمه جدا ان انا فعلا نكمل المسيره. ممكن اكون انا كنت معتمد عليها جدا، بس طبعا يعني دلوقتي بعد ما خدت الشهاده معاكم انا بصراحه حاسه ان هي مهمه جدا. ولكن في وجودك ووجود اشخاص كتير مهم قوي ان المسيره تستمر بالشكل الافضل لها. وبالتالي النهارده لو انا بفكر ان انا نعمل ورشه عن التعليم الاطفال
القصة دي لازم انت تكوني القائدة، لان الحاجات دي مهم قوي ان الناس تبقى فاهمة ان هي ما هياش فرد، ان هي منظومة، صح. والمنظومة دي مع الناس اللي هي قادرين على توصيل هذه المعلومة، نو ماتر انت عندك شهادات ايه. ايوه فهي دي ايوه النقطة. صح. فبالتالي وجودك ووجود ناس كتير بتلعب الدور ده، ومش كتير قوي طبعا بالذات في المجال ده، وانا متهيألي انت من الناس القلائل اللي هم تركوا القصة دي. ومؤخرا كان في المسلسل المشهور ايوه اللي اتكلم على النقطة دي، والنقطة دي نقطة جوهرية، وممكن يكون في حياتنا السابقة قابلنا الحاجات دي وما قدرناش نتكلم فيها، بالظبط، وما قدرناش نقول ما عليها، قدرناش حتى ما قدرناش نقول نواجهها. عليها لنفسينا، صح صح مش صح. للآخرين. حاجات كده unspoken بتفضل بالظبط كده. جوه، طب محدش بيقولها وممكن بقى لحد. تقعد تلعب بقى جوه في القصة تشتغل بقى دي. على العقل اللاواعي آه، والقيم والمبادئ بتاعتنا ومشاعرنا، واحنا مش حاسين ومش معترفين بده. بالظبط كده. كلميني بقى عن مشاعر أولادك وانتي بتتكلمي معاهم. اوكي. بصي انا ولادي الحمد لله، يعني كنت بقول لك على السبورت سيستم، هم ولادي برضو هم الدافع بتاعي. مم. عارفه انا بقعد اقول ايه؟ يعني ممكن مثلا يتضايقوا، يتكسفوا. يقلقوا، يتكسفوا، يتوتروا. انا عايزه اقول لك بقى ابني الكبير انا كنت باخده في الورش اللي مع الاطفال من هو قد كده، يجي معايا يساعدني، وكنت بقول له ده شغل، ويبدا مم. يشتغل، يصور، يوزع الهدايا على الاطفال لما نخلص، يطلع مثلا نتائج الكومبيتيشن او المسابقه اللي ما بين الاطفال. ومن سنتين كده كنت في بيرنتس ميتنج، ابني الكبير دلوقتي ما شاء الله 13 سنه يعني. كنت في parents meeting فباتكلم مع المدرسة عادي، فلقيتها بتقول لي أنتِ عارفة أنا عملت search عنِك وقريت عنِك قُلت لها شكرًا يعني. قالت لي: "أنتِ عارفة عملت كده ليه؟ علشان أنس كان بيتكلم عنِك وكان بيقول إن هو super proud باللي مامتي بتعمله، وإن هي بتعمل حاجة كبيرة أوي ومهمة أوي، فقالت لي أنا بس عايزاكِ تعرفي إن هو فخور جدًا بيكِ وبيتكلم بكل يعني ثقة وحب. وكل حب ليكِ." أشعرتيني. والله العظيم أنا ساعتها يعني هو أنتِ عارفة ولادنا مش طول النهار بيقول لِك I'm proud of you صح مثلًا، صح صح. بس لمّا يروح يتكلم وسط المدرسة فدي كانت حاجة بالنسبة لي. وابني الصغير بقى افتكرت دلوقتي، ابني الصغير 7 سنين، مرة قاعدين مع بعض كده بيقول لي إيه: "أنا عايز بقى يا مامي لمّا أكبر أشتغل لعيب كورة، عشان أبقى legend وأبقى معروف وأبقى حاجة كده حلم مهمة." أنا ابني صغير كان ده حلمه برضه، ما أيوه. كملش الحلم للأسف. فأنا عايزة أبقى محمد صلاح، اه فقُلت له: "هو أنت لازم ما فيش يعني أي شغلانة تانية غير لعيب الكورة عشان تبقى كده؟" قال لي: "لأ في." قُلت له: "زي إيه؟" قال لي: "زيِّك." قُلت له: "زيي إزاي؟" مشهورة. قُلت له: "زيي إزاي؟" قال لي: "أنتِ بتعملي حاجة مهمة، أنتِ عارفة كل الناس بتحبِّك يا مامي." عنده هو كام بقى سنة ابنك؟ 7 سنين، هو قال لي الكلام ده من يعني صغنون. وهو 6 سنين وشوية. اوكي اوكي. ساعات بنروح النادي مثلًا فيلاقي أمهات بيسلموا عليَّ، نروح المدرسة يلاقي مم. أمهات أصحابه بيتصوروا معايا، فإيه هو قاعد بيراقب وما بيتكلمش، ايوه. بس هو اللي هو عارفه مامي بتعمل حاجة مهمة أوي، بتساعد ناس والناس بتحبها، اوكي. فهو شايف إن دي حاجة ايوه كبيرة. ايوه. فأنا بالنسبة لي ده كفاية، صح. إن يبقوا ولادي بعد سنين كتير عارفين قيمة اللي أنا باعمله، وعارفين قيمة يعني أو سبب تقصيري. ما هو أنا مش جميلة وحلوة وقاعدة معاهم طول اليوم، ما أنا عشان أعمل الحاجات دي أنا باقصّر كتير صح. معاهم، مم. فيمكن ده يشفع لي. مع كل المسيرة الجميلة دي والمشوار الحلو قوي، قبل ما نختم لقائنا النهاردة، عايزاكي تقوليلي لما هتكلمي رنا النهاردة هتقولي لها ايه على امبارح، وهتقولي لها شكرا على ايه، وهتعاتبيها على ايه، وعايزاها بكرة تعمل ايه. هاقول لرنا شكرًا إن أنتِ مصدّقة وإن أنتِ بتحكّمي قلبِك. في عالم العقل والمادة بيحكم معظم الحاجات في حياتنا، بس أنتِ مصدّقة وماشية ورا اللي مصدّقاه، وشكرًا إن أنتِ عندِك very high resilience. الحمد لله عندي مرونة نفسية إن أنا أفضل أقع وأقوم، أقع مم. وأجرّب وأحاول مهم. ومش بيأس. اوكي، دي اهم حاجة طبعا، عشان دي yes. ال هاقول لها وكمّلي علشان اللي أنتِ مصدّقاه مش مهم. عشان حد. مهم، وانت لسه yes في اول الطريق، yes والدنيا محتاجة لده كله. صح. أعاتبها إن أنتِ عندِك high expectations من نَفْسِك أوي، 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 فده بيخلّيكِ أوقات تأثّري في أدوارِك التانية مم. وتيجي على نَفْسِك.
واوقات من كتر ما انا مركزه قوي في الحاجه اللي انا عايزاها انت بتضيعي حاجات حلوه كتير، ما باخدش بالي من الحاجات المحيطه، يمكن ما بستمتعش بيها. فاقول لها خدي بالك يا رنا، ولادك بيجروا بسرعه، حاولي توازني اكتر وتهدي وتتبسطي. بسطي، محدش بيجري ورانا، ريلاكس كده. يعني حلو ان انا يبقى عندي هدف وفيجن ومصدقه قوي، بس مش لازم ادوس قوي، بشويش على نفسك وعلى اللي حواليكي عشان تستمتعي، يس عشان تستمتعي باللي يس بتعمليه. رنا يس الشاطرة القوية اللي عايزة كل حاجة تبقى مظبوطة. طبعا واحنا في حياتنا وعايزين نكبر، وبنعمل ده برضو علشان ولادنا يبقوا فخورين بينا، وعلشان سيستم الدعم اللي حوالينا يبقى برضو فخور بينا، ونبقى شايفين في عيونهم الحب والتقدير، وفي نفس الوقت قادرين ان احنا نطلع حاجة احنا حابينها صح وعندنا شغف عليها جامد. لان لما يبقى عندك هدف وعندك ايوه شغف هتطلعي احسن ما عندك. ده حقيقي ايوه وبصراحة يعني أنا سعدت بلقائك جدا، واتأثرنا وخدنا كمية مشاعر جامدة وقاعدين شكرا يا ولكن امين. أنا بشكرك جدا على النهاردة، وحكاية ملهمة، وإحنا معاكي وفي ظهرك ومستمرين معاكي في كل التراك اللي انت عاملاه. ومتشكرة لوجودك، وحكايتها بودكاست مع أحلى حكاية مع رنا، وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله.